كما نشاهد في هذه الصورة علم الجزائر في العين، وحب الجزائر في القلب، وعشق الجزائر يسري في شرايين كل فلسطيني بعد ما قدمته بالأمس الجزائر من لوحة احتفالية، من كرنفال كبير جدا للجزائر. بالفعل وضعتم الجزائر في القلوب وفي العيون، وستبقى كذلك في القلوب والعيون بحبكم لفلسطين، بإخلاصكم لفلسطين يا بلد 1.5 مليون شهيد. كل التحية للجزائر، كل التحية إلى أبطال الجزائر، إلى محاربي الصحراء، كل التحية إلى المنظومة الرياضية الجزائرية، كل التحية لكل من ساهم في هذا الحدث الوطني التاريخي الاستثنائي، إلى هذا العرس، إلى هذا الكرنفال، إلى هذه الاحتفالية الكبيرة العتيدة الجزائرية الفلسطينية. فلسطين والجزائر الفدائي والمحاربين قلب واحد ونبض واحد ولغة واحدة وحرف الضاد، ودماء الشهداء هي من توحد الشعب الفلسطيني. قبل أن نختم، يعني أعجبتني صورة تم موجودة على صفحات الفيسبوك وعلى صفحتي أكيد الشخصية، يعني بطريقته الخاصة، سائق حافلة كرم واحتفى بالشعب الفلسطيني على طريقته الخاصة. يبدو أن الحافلة يعني عليها الغبار والأتربة، فقام بكتابة على الزجاج الخلفي فلسطين بلدي الثاني. خلينا نشوف هذه الصورة اللي بصراحة وقفت الكلمات. بعد هذه الصورة أعتقد لا كلمات، يعني حافلة الغبار موجود عليها على الزجاج، فقام بيده كما تشاهدون فلسطين بلدنا الثاني. أي جمال، أي إبداع، أي إمتاع، أي إقناع، أي كرم، أي سخاء، أي جود، أي عطاء يا جزائر. بكل الطرق تحتفلون، بكل الطرق تبدعون في حبكم لفلسطين. كل التحية لكل الجزائريين. وخليني أختم حلقة اليوم بشكرا ب10 لغات، يعني أقل شيء. بالإسبانية جراسيز، بالبرتغالية أوبغرادو، بالإيطالية جرازيا، بالبوسنة والكرواتي هافالا، بالتركية تشكر، بالدنمارك تاك، بالفرنسي ميرسي، بالإنجليزي ثانك يو، بالبولندي ديزيكي، بالروماني مالتيميزم، بالليتواني ديكوجيو، وبالعربي شكرا مليون تريليون بليون مليون. شكرا يا جزائر، شكرا يا شعب الجزائر، شكرا بكل لغات العالم. جراسيا، أوبغراندا، جرازيا، هافليا، تشكر، تاك، ميرسي، ثانك يو، ديزيكي، مالتيميزم، ديكوجيو. يا جزائر في القلب وفي العين يا جزائر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج منشطات رياضية، والتي خصصنا الحديث بها بالكامل عن المنتخب الجزائري الشقيق، عن هذا العلم، عن هذه النجمة، عن هذا الهلال، عن اللون الأخضر لون التفاؤل والأبيض لون السلام. علم الجزائر سيبقى محفورا في قلوب الفلسطينيين بعد ما قدمته الجزائر للفلسطينيين، والعلم الفلسطيني يرفرف، يعانق بأخضره، بأبيضه، بأسوده، بأحمره، يعانق العلم الجزائري. الجزائر فلسطين، فلسطين الجزائر، المعنى الحقيقي للعروبة، للمحبة، للأخاء. في الختام أنقل تحيات فريق العمل في هذه الحلقة الذي كان متألقا اليوم، من الإخراج الزميل العزيز كرم الطناني، ومن وحدة التصوير نضال الحج أحمد وعماد عوض، ومن الإعداد الزميل العزيز إبراهيم أبو دياب. وأتقبل تحياتي معكم من التقديم أخوكم إيهاب ربيع أبو الخير. إلى أن ألقاكم في منشطات رياضية ومناسبات نفتخر بها. إلى ذلك الموعد دمتم بخير وعاشت الجزائر، وشكرا للجزائر. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا يا جزائر، إلى اللقاء.